السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن نقطتين مهمين جدا للمبتدئين، هنتكلم عليهم وهنشرحهم بالتفاصيل علشان السواق المبتدئ ياخد باله ويبقى عارف هو بيعمل ايه ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وعلشان ما اطولش عليكم اخواتي في كل مكان، هيا بنا نبدأ الفيديو، نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب، في كتير من السواقين المبتدئين لما بيركن اللودر ينزل السكينة على الارض، تمام كده، اثناء السكينة اثناء الركنة وانت بتركن ما تضغطش على اللودر، ما تضغطش على السكينة جامد على الارض، تمام. نزل السكينة بالراحة كده، خليها تلمس الارض بس من غير ما تضغط على الارض. الضغط الزايد ده يا شباب بيخلي الحمل كله يروح على العجلتين القدام، تمام كده، وده بيعمل 3 مشاكل. اول حاجة تآكل في فردتين العجل الاماميين، تمام كده يا شباب، كسر ايد السكينة او البستة، استهلاك زايد في الجلب بتاعتك هنا هتبوظ، تمام. لما تضغط جامد على السكينة على الارض يبقى الجلب بتاعت السكينة هتبوظ، والعجل اللي قدام الحمل كله هيروح على الحمل اللي قدام، والعجلتين ممكن مع الوقت هيبوظوا، تمام كده يا شباب. وهيبقى فيه ضغط جامد برضو على البساتم وعلى طرمبة الهيدروليك. فانت لما تيجي تركن السكينة على الارض او ما تيجي تركن وتنزل السكينة تنزلها بالراحة كده، ما تنزلهاش جامد، يعني هتبقى تبقى كده هي ملمسة الارض، يعني ما تضغطش جامد على الارض، تمام كده يا شباب. ده كانت معانا النقطة الاولى. النقطة الثانية يا شباب معانا غطاء تانك السولار، تمام كده يا شباب. هذا غطاء تانك السولار. ناس كتير بتسيب غطاء التانك مفتوح او مش محكم بعد ما تفول، ده بيخلي التراب يوصل للتانك والمية تدخل مع السولار، وده ممكن يبوظ لرمبة الجاز ويخلي الرشاشات ترش غلط، تمام كده، وبيعمل دخانة وحرق جاز عالي، وده اللي حصل معاي، تمام. ده الغطاء بتاعه مش بتاعه، فانا حطيت الغطاء ده يعني ايه كده مؤقتا، تمام. بس والله يعني الموضوع ده انا ما بشرحش كده وخلاص، الموضوع ده حصل معاي بالفعل، ان الرشاشات باظت معاي وطرمبة الجاز باظت بسبب التراب وسبب الرواسب وسبب الغبار. فنصيحة من اخوك علي، كل مرة بعد ما تفول اتأكد ان الغطاء مقفول كويس ومشدود، تمام كده يا شباب. دول النقطتين اللي انا كنت حابب اتكلم فيهم النهاردة بالنسبة للسواقين المبتدئين. انت لازم تاخد بالك من النقطتين دول، ما تسيبش الغطاء التانك مفتوح او مسرب، لازم تربط عليه كويس وتشد عليه كويس. النقطة التانية السكينة ما تضغطش على الارض جامد، قلنا علشان الدراع والبستم والجلب بتاعت السكينة والعجل الامامي ما يضغطش كله على الارض، عشان الحمل كله لما بتضغط السكينة على الارض الحمل كله بيروح على الفردتين القدام، لما بتضغط على الارض جامد بيحصل تآكل في الفرد قدام والفرد بتاعتك هتبوظ، تمام كده يا شباب، وهتسبب مشاكل تانية كتير. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.